أهلا بيكم حبايب قلبي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هنتعلم إزاي أضرب عددين صحيحيين بأكتر من طريقة. يلا بينا يا بطل، لو أنت جاهز معايا وحضر الورقة والقلم علشان تتعلم إزاي تضرب النهاردة بأكتر من طريقة. بيقول لي في فيديو النهاردة هتعلم إن أنا إزاي أضرب عن طريق 3 طرق للضرب. أول طريقة اسمها مساحة المستطيل، بعمل نموذج لمساحة المستطيل. تاني طريقة بضرب عن طريق التوزيع. تالت طريقة بضرب باستخدام حاجة اسمها خوارزمية المعيارية. تعالى نتعرف على كل طريقة ونثبت المثال بتاعنا ونشوف كل مثال بحله بالطريقة بتاعته ازاي. أول طريقة أنا هاخدها هي مساحة المستطيل، والسؤال بيقول لي استخدم نموذج مساحة المستطيل لضرب 324 في 26. طب أنا عارف إن المستطيل بيتكون من حاجتين، بيتكون عندي من طول وبيتكون عندي من عرض، وأنا عارف إن الطول يا ميس هو الكبير وإن العرض هو الصغير. ببتدي أرسم مستطيل مكون من طول وعرض، بعمل عندي يا ميس الطول بتاعي وبكون كمان العرض علشان هو ده المساحة اللي أنا هضرب فيها. وعندي بشوف العدد اللي قدامي ده مقسم لكام رقم، مقسم ل3 أرقام. ابتدي اقسم المستطيل بتاعي ل3 عمدان، ادي العمود الاول وادي العمود التاني وده العمود التالت، وببتدي اشوف العرض مكون من رقمين، يعني هقسمه صفين. كده يا ميس انا قسمت المستطيل بتاعي. تعالى نبتدي نكتب الاطوال بتاعتي اللي موجودة. ال 324 هبتدي اقطعها بالصيغة الممتدة. التلاتة دي انا عارف ان هي ساكنة في المئات، يبقى قيمتها عندي 300. والاتنين دي ساكنة في العشرات يبقى قيمتها 20. والأربعة كمان ساكنة في الأحاد يبقى قيمتها 4. يبقى أنا كده قطعت ال 324 ل 300 زائد 20 زائد 4. تعالى نبتدي نقطع ال 26، هي عبارة عن 20 زائد الستة. هكتب الأول هنا يا ميس عندي ال20 وبعد كده هكتب الستة، وابتدي أمسك ال20 أضربها مرة في ال 300 ومرة أضربها في ال20 ومرة أضربها في الأربعة. 20 في 300 يا ميس أنا هنزل التلات أصفار بتوعي واضرب 2 في 3 تديني 6. امسك ال20 اضربها في ال20 يبقى انا معايا صفرين، و2 في 2 تديني 4. امسك ال20 اضربها في الاربعة انزل صفر واحد، و2 ضرب الاربعة تديني 8. كده يا ميس انا ضربت ال20 في ال3 اعداد اللي فوق. تعالى نمسك الستة ونضربها. همسك الستة اضربها في ال 300 فهيديني صفرين، و6 في 3 تديني 18، يبقى انا معايا 1800. نمسك الستة نضربها في ال20 أنزل بالصفر، و6 في 2 تديني 12. همسك الستة اضربها في الأربعة تديني 24. كده يا ميس أنا ضربت ال26 في ال324. يجي معايا دور الجمع، أجمع يا ميس كل عمود مع بعضه. يبقى أنا كل عمود مع بعضه هعمله عملية جمع. 0 زائد 4 يا ميس هتديني 4، و8 و2 هتديني 10. كده خلصت العمود الأول. 0 و0 هيديني 0، و0 و2 2، و4 و1 هتديني 5. تعالى نجمع اللي بعد منه. 0 و0 هو الصفر، 0 و0 هو الصفر، 0 و8 8، 6 و1 تديني 7. ايه المطلوب بعد كده؟ أجمع ال3 أعداد اللي طلعولي. تعالى نبتدي نجمع. نقول يساوي الأحاد كله مع الأحاد. 4 زائد 0 زائد 0 هتديني 4. 0 و2 و0 هو الاتنين. 1 و5 تديني 6، 6 زائد 8 14. 4 ومعايا الواحد، 1 و7 تديني 8. إذا طلعت الإجابة بتاعتي 8424. يبقى الإجابة بتاعتي كانت تساوي 8424. تعال نحل نفس السؤال بس بطريقة تانية، وهي طريقة التوزيع. طريقة التوزيع بمسك العدد اللي اسمه 324 وال26 بقطعهم بالصيغة الممتدة. يعني ايه؟ انا هبتدي عندي افتح قوس واقول له ال300 زائد 20 زائد 4، هعمل لها ضرب لل20 زائد ال6. ابتدي اوزع. امسك ال300 اضربها اول مرة في ال20 واضربها في ال6. بعد ما اخلصها ابتدي امسك ال20 اضربها في ال20 وال6.
بعد ما اخلص ال20 اجي على ال4 ابتدي امسك ال4 اضربها في ال20 وال6. تعال نشوف الكلام ده ازاي. اول حاجة يا ميس انا هفتح قوس هبتدي اكتب فيه عندي هنا ال300 هضربها في ال20 ادي اول قوس زائد. بعد كده يا ميس همسك ال300 اضربها عندي في ال6. بعد كده يا ميس لما خلصت ال300 امسك ال20 اضربها عندي في ال20. بعد كده يا ميس امسك ال20 اضربها عندي في ال6. اخر حاجة امسك ال4 اضربها في ال20 زائد ال4 اضربها في ال6. ابتدي اجيب نواتج كل قوس واحط الاجابة بتاعتي. 300 في 20 يا ميس اقول له بيساوي هحط ال3 اصفار بتوعي و2 في 3 ب6 زائد 6 في 300 هنزل الصفرين و6 في 3 تديني 18 يعني 1800 زائد 20 في 20 هنزل الصفرين و2 في 2 ب4 زائد 20 في 6 هنزل الصفر و2 في 6 تديني 12. تعال نجيب القوس اللي بعده زائد 4 في 20 انزل الصفر و2 في 4 تديني 8. 6 في 4 ب24. نبتدي نجمع الأعداد كلها مع بعضها أحاد مع أحاد عشرات مع عشرات مئات مع مئات الألوف مع الألوف. أنا عندي نمسك الأحاد أدي 4 زائد صفر تديني 4 وصفر 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 يبقى كل الإجابة هتديني 4. تعال نمسك العشرات 2 زائد 8 تديني 10 10 و2 تديني 12. مفيش عندي عشرات يبقى معايا 2 ومعايا الواحد. احط الواحد على خانة المئات 1 و1 يديني 2 2 و4 تديني 6 6 زائد ال8 عندي تديني 14. 4 ومعايا الواحد نبتدي نحطها على خانة الألوف 1 و1 تديني 2 2 و6 هتديني 8. طلعت لي نفس الإجابة بتاعتي 8424 ودي كانت طريقة التوزيع. تعالى ناخد آخر طريقة لعملية الضرب وهي طريقة الخوارزمية المعيارية. يعني خوارزمية معيارية يعني ابتدي حط العددين بتوعك تحت بعض بالطريقة الرأسية. تعال نشوف نضربهم ازاي. أول حاجة مثلا همسك ال6 أضربها في ال4 وأضربها في ال2 وأضربها في ال3. وبعد ما أخلص ال6 في أول سطر أمسك ال2 وأضربها برضو في ال4 وأضربها في ال2 وأضربها في ال3. طب تعالى نمشي واحدة واحدة ونشوف هنعمل ايه. همسك يا ميس ال6 أضربها في ال4 أقول له 6 في 4 تديني 24. 4 وأقول له معايا الاتنين على جنب. اوعى تقول لي حط الاتنين على الاتنين واجمع، غلط. احنا في الضرب بنقول 6 في 4 ب24. الاتنين الباقية دي حطها على جنب. هنشوف نعمل فيها ايه. امسك ال6 اضربها في الاتنين هتديني 12 وكان معايا 2 قديمة بقت 14. كده معايا اتبقى الواحد يبقى انا كده يا ميس بقى معايا الواحد. طب ارجع امسك ال6 اضربها في ال3 هتديني 18 وكان معايا واحد كمان يبقى تديني 19. يبقى الإجابة 1944. كده خلصنا ضرب العدد 6. تعالى ننزل على الاتنين. الاتنين دي ساكنة في العشرات. لما اجي اضربها في السطر اللي تحت لازم اول حاجة اقول زائد واحفظ مكان خانة الأحاد بصفر لان قيمة دي لازم تنزل في العشرات. فاجي اقول له 2 في 4 تنزل اجابتها ب8 و2 في 2 تنزل 4 و2 ضرب 3 تديني 6. تعال نجمع 4 زائد صفر تديني 4 4 و8 تديني 12 1 و9 10 10 و4 14 1 و1 2 2 و6 تديني 8. برضو يا ميس طلعت الإجابة عندي 8424. وبكده نكون فهمنا النهاردة ازاي اضرب عددين صحيحيين بثلاث طرق سواء كان بنموذج مساحة المستطيل او بطريقة التوزيع او باستراتيجية خوارزمية المعيارية. لو جالك في الامتحان يقولك اوجد الناتج بالاستراتيجية التي تفضلها براحتك تحل يا اما بالمستطيل يا اما بالتوزيع يا اما بالخوارزمية المعيارية. اما لو قال لي
اضرب باستخدام مساحة المستطيل، يبقى أنا لازم أرسم مساحة المستطيل وأضرب فيها. ولو قال لي بالتوزيع يبقى لازم أفكهم لأقواس وأضرب حاصل ضرب الأقواس. وأما لو قال لي خوارزمية المعيارية يبقى لازم أرصهم تحت بعضهم بالطريقة الرأسية وابتدي أضرب زي ما علمتك. وكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة، وأشوفك في فيديو جديد عشان نتعلم حاجة جديدة، ومع السلامة.